العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل ومعكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. البلاد تسجل 4 حالات إصابات جديدة. اتخاذ قرارات على مخالفي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا في إقليم عن 7. اللاجئون في الخارج ينشطون للوقاية من فيروس كورونا، وحوالي 50,000 وفاة في العالم جراء كورونا. رئيس الفلبين يأمر بإطلاق النار لمن يخرق قواعد العزل. ترامب يحذر إيران من شن هجوم خاطف على الأهداف الأمريكية في العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم تشخيص إصابة 4 حالات جديدة، هم رجل و3 سيدات دخلوا البلاد عن طريق الرحلات الجوية قبل توقفها، وتأكدت إصابتهم بعد أن أجرت لهم الفحوصات في المختبر الوطني الطبي. ومع اكتشاف الإصابات ال4 الجديدة بلغت مجمل حالات الإصابات المسجلة في البلاد 22 حالة إصابة. وتشير وزارة الصحة إلى أن جميعهم سيظلون في المستشفى ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة. تتخذ إدارة إقليم عن 7 خطوات صارمة على مخالفي توجيهات الوقاية من فيروس كورونا في قطاع خدمات المواصلات والذين يتسببون في رفع الأسعار. وأوضح مسؤول المواصلات البرية في الإقليم السيد تخلاي هبت ميكائيل إجراء متابعة جادة بالتنسيق مع مراقبي الطرق وشرطة المرور لتطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وأشار المسؤول إلى حجز 4 سيارات خالفت التعليمات وفرض غرامات مالية على حسب المخالفات، بدءا من غرامات مالية وحتى مصادرة لوحة السيارة. بجهتها تقوم وحدة القانون والنظام بمدينة كرن بأنشطة مراقبة لمنع رفع الأسعار وإخفاء البضائع. وحتى الأول من أبريل تم تغريم ماليا 16 مؤسسة تجارية خالفت التوجيهات، فيما تم إغلاق مخبز واحد. أوضح مسؤول الوحدة السيد كبرى بن درياس أن المؤسسات التجارية المتخذ عليها القرارات زادت الأسعار وأخفت البضائع، فيما أغلق المخبز لانتهاكه القوانين. ووفقا لتعليمات وزارة الصحة رقم 6.89 تم إيقاف عمل خدمات محلات الفول و7 أندية رياضية و48 من المطاعم والحانات. وتنشط اللجان المكونة من إقليم عن 7 من إدارة الإقليم وحتى إدارة الضواحي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. أعلن حاكم الإقليم الجنوب السيد هبت اسفاتين إنشاء هيئات رقابية من إدارات الضواحي وإدارة الإقليم تعمل على تأمين تطبيق التعليمات الصادرة من وقاية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وذكر السيد هبت عن إغلاق الأسواق المفتوحة والتجمعات في المدن والبلدات منذ 20 من مارس الماضي، وبرامج أخرى تهدف للتباعد الاجتماعي. وأشار السيد هبتاب إلى إنشاء نقاط تفتيش في مناطق صرحة وترنة وكساد عقة وميمنة لتشديد الحظر المفروض على خدمات المواصلات، موضحا إجراء حملات توعوية مكثفة لترسيخ ثقافة نظافة الأيدي والتلامس والتجمعات، وظلت تتخذ القرارات المطلوبة والملاحظة في دور العبادة. وذكر المسؤول بأنهم يقومون بمراقبة جادة خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، وارتكازا على التعليمات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في 21 من مارس. بدأت إدارات المديريات المتابعة الجادة، حيث اتخذت بعض الخطوات الرادعة بحق المخالفين. ينظم المتمرون في الرياض وجدة وقرب المملكة العربية السعودية وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، بالإضافة إلى غيرها من الدول، ينظمون أنشطة فعالة لجمع التبرعات المالية دعما للجهود التي تجريها الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد. المعلومات الواردة توضح بأن المتمرين المقيمين في الرياض وجدة وقرب المملكة العربية السعودية أكدوا وقوفهم إلى جانب وطنهم وشعبهم تعزيزا لجهود وزارة الصحة، متعهدين لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، متخذين خطوات لتقديم دعما ماليا. وبناء على ذلك تبرع الاتحاد الوطني للمرأة والتربية في الرياض ب10,000 ريال سعودي
فيما تبرعت 28 من أعضاء الفرع ب 9150 ريال سعودي. وأشادت اللجنة الوطنية اللترية وموظفي السفارة اللترية في ألمانيا في اللقاء الطارئ الذي عقدوه في 26 من مارس المنصرم عبر الهاتف تنفيذا للتباعد الاجتماعي، أشادوا بالجهود الحكومية ومؤسساتها الصحية للسيطرة على مرض، مؤكدين القيام بجمع التبرعات لفترة شهر واحد في أبريل لمضاعفة الجهود الجارية. كما أفادت المعلومات الواردة من السفارة اللترية في الدول الاسكندنافية بأن اللتريين في السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا اتخذوا خطوات لجمع التبرعات المالية لإنجاح الأنشطة التي تقوم بها الحكومة اللترية لسلامة الشعب والوطن تحت شعار صندوق إريتريا للتأمين ضد فيروس كورونا. من جهتهم قال مدراء فروع الاتحادات والقوات الاجتماعية الوطنية في السويد أن مواجهة مرض فيروس كورونا واجب ومسؤولية وطنية تتطلبه المرحلة ولا يحتاج إلى النداءات، مؤكدين اندماجهم للمساهمة في المبادرات الشخصية المنطلقة حسب المناطق. وعلم بأن اللتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى يتخذون مبادرات مماثلة وينشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الفردي والجماعي. تم تقييم أنشطة حملة القضاء على الجراد الصحراوي الذي ظهر بمديرية رعتة في فبراير الماضي، وفي عملية التقييم التي شارك فيها خبراء الزراعة والمشاركين في العمل من قادة الجيش وإدارة مديرية رعتة. أوضح مسؤول المحاصيل في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد قبرص قابير بأنهم يقومون بحملات متواصلة للسيطرة على الجراد في إريتريا، إلا أنها تتفاوت من حيث العدد والانتشار، وقد خلق الخريف الطيب هذا العام انسيابية لتكاثر الجراد وغيرها من الآفات الزراعية الأخرى. وأشاد المسؤول باهتمام ووفاء سكان ضحيتي أيتوس وآلت وأعضاء قوات الدفاع للسيطرة على أسراب الجراد المهاجرة إلى البلاد من دول الجوار، إضافة إلى يريقات الجراد المعهودة. وأشار السيد تسفيت إلى تنفيذ متابعة ودوريات متواصلة تفاديا لغزوات الجراد المتوقع قدومها من دول الجوار. وأوضح المدير التنفيذي للمديرية السيد محمود عبد الله بأن وزارة الزراعة أعلنت حملة القضاء على الجراد الملاحظ في مديرية رعتة منسقة قدراتها البشرية والأدواتية، وما ساعد ذلك إلى التخلص من استياء المواطنين بهذا الموضوع. مع تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم، ظلت تبذل الحكومة والشعب اللتري جهودا حثيثة للحد والسيطرة على المرض. ولمن أراد دعم تلك الجهود بالتبرع المالي عليه فتح البنك الوطني أرقام الحساب التالية: لمن أراد التبرع بعملة النقفة عن طريق حساب 120.101.0653، ولمن أراد التبرع بالدولار الأمريكي عن طريق رقم حساب 120.122.0242، وبالعملة الأوروبية اليورو عن طريق 120.136.066. أما المساعدة العينية يمكن إرسالها إلى وزارة الصحة عن طريق البريد 12/28/99 أو البريد الإلكتروني mizanmusii@gmail.com. كما يمكن وابتداء من 2 أبريل الساعة 2 ظهرا تقديم خدمات النصح والإرشاد للمواطنين على مدار 24 ساعة بالاتصال إلى رقم 11 11 11 وزارة الصحة. سيداتي سادتي، لا فاصل ومسمى نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 49,242 ألف شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب حصيلة وضعتها في فرانس بريس استنادا إلى أرقام رسمية. وتم تسجيل أكثر من 964,647 حالة رسمية في 187 بلدا منذ بدء تفشي الوباء، وهذا الرقم لا يعكس سوى جزء من الواقع، إذ أن عددا كبيرا من الدول لم يعد
يجري فحص إلا للمصابين الذين تستوجب حالتهم علاجا في المستشفيات، وحتى الآن تماثل 203,274 شخصا على الأقل للشفاء. وتسجل إيطاليا التي أعلنت أول وفاة مرتبطة بوفاة كوفيد في 19 نهاية فبراير تسجل أكبر عدد من الوفيات ب 13,155 من أصل الإصابة 110,574 ألف إصابة. لجهة عدد الحالات تعتبر الولايات المتحدة في المقدمة مع تسجيل 216,721 إصابة رسميا ووفاة 5,137 شخصا. وعدت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب وكالة فرانس بريس للأنباء لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية. أمر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي بقوات الأمن بأن تطلق النار وتقتل أي شخص يتسبب بمشاكل في مناطق فرضت عليها إجراءات عزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويخضع قرابة نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 110 مليون نسمة لحجر صحي، بينهم ملايين يعيشون في فقر مدقع وقد خسروا وظائفهم بسبب القيود الصارمة على التنقل. وقبل ساعات على توجيه دوتيرتي أوامره في خطاب تم توقيف أكثر من 20 شخصا في حي عشوائي في العاصمة مانيلا. وسجلت الفلبين حتى الآن 2011 ألف إصابة و96 وفاة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أو وكلائها يخططون لهجوم خاطف على أهداف أمريكية في العراق، محذرا من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا للقاء، لكنه لم يتطرق لتفاصيل. وكتب ترامب على تويتر أنه استنادا إلى قناعة ومعلومات تخطط إيران أو وكلائها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق، وإذا حدث ذلك فإن إيران ستدفع ثمنا باهظا للقائها. وقال مسؤول أمريكي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه أن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعم إيران في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على قرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في 8 يناير. وأضاف المسؤول أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشن إيران أو قوة تدعمها طهران، ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة. هذا وحذر مساعد بارز للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي من تبعات التصرفات الاستفزازية في العراق حسب ما أفادت وكالات أنباء إيرانية. قال مسؤول أمني كبير أن الحكومة الأفغانية ستفرج عن 100 سجين من طالبان، مضيفا أنه في المقابل ستفرج طالبان عن 20 من أفراد الأمن الأفغاني. ويأتي تبادل الأسرى ضمن إجراءات بناء الثقة التي تعتبر أمرا حاسما لنجاح اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب. ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان. وصلنا إلى نقطة الختام، ودمتم في أمان الله وحفظه.